النصراوية كانت أمام الزمالك المصري. الزملكاوية فازوا بالأربعة ولكن تعثروا في المباراة الثانية. شباب في صدارة هذه المجموعة ب4 نقاط. النصر انتصار هذه الأمسية يجعل يصل اليمين إلى سلطان الغنام بلمسة إلى تاليسكا. سيكو مرة أخرى، فوفانا إلى تاليسكا، انتظار من رونالدو، كرة للأمام لكنها عدت حلوة. هجمة للنصر، العودة إلى مادو. طبعا تراجع بجل اللاعبين، تكريم الفريق بأكمله في ملعبه. اتحاد المنستير في الخلف بأكبر عدد من اللاعبين. دخول تاليسكا كمهاجم ثاني في هذه الأثناء. عرضية خطيرة إلى كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء، حطها لتونس، تسديدة لكنها مرت حلوة 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 اللقطة الأخيرة لكنها لم تكتمل. تهديد حقيقي وتحدي من جانب تاليس في ظهور هنا في هذه اللقطة، ظهور في المرة الأولى في المملكة بالنسبة لأليكس، لكن التسديدة جاءت بمحاذاة القائم. خطيرة لمصلحة النصر. رمية جانبية نصراوية، غنام باتجاه بروزوفيتش، تاليسكا في الخلف، كرة عرضية حلوة وتسديدة لكنها لم تكتمل من كريستيانو. زملائي كريستيانو، بوبانا على اليسار، بوبانا يلعب إلى تيليس، عرضية أخرى، إبعاد من الدفاع، استمرار للاندفاع، استمرار في النهج الهجومي، وجهد بدني كبير من جانب سيكو لرونالدو يحاول اختراق الدفاع امام اكثر من لاعب. تدخل سلطان يستعيدها، الانتظار من جانب بروزوفيتش، هذه خطيره. بروزو عرضيه حلوه بالراس لكن عدت، توقعتها خطيره بالمليمتر. بروزو يحطها بالمقاس، بروزو اللمسه الدقيقه، الدقه المتناهيه لضابط الايقاع لنجم الارتكاز. بروزوفيتش حتى على رأس كريستيانو ولكنها مرت عالية شوية وعاد بمحاذاة القائم. فوفانا، بروزو طويل الكرة خلف المدافعين، رائعة باتجاه غريب داخل المنطقة، يحاول غريب بلمسة لتاليسكا. يا ولد امرأة كبير، العالم يصل إلى الشباك أخيرا. تاليسكا، تمريرة بروزوفيتش من التمريرات، بروزو لصناعة الفارق، غريب عدى بمهارة، تاليسكا بلدغة بضربة بروعة بتسديدة بهدف نصراوي كان في الانتظار. النصراوية يحلقون في سماء الطائف الآن بأول ظهور حقيقي في العربية بالنسبة لي على المستوى الشخصي. أتكلم بعد مباراة صعبة بدنيا ضد الشباب، اليوم ظهور حقيقي لفريق كاسرو بعمل كبير فني في الشوط الأول وأيضا بالتقدم في النتيجة. وهنا في الأخير صافرة حكم المباراة في هذه الأثناء عبد الرحمن جاسم، الحكم الدولي القطري، ينهي الشوط الأول سيداتي وسادتي بهذه الوضعية في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بتقدم نصراوي بعد تمريرة رائعة لغريب. ساديو ماني هذا الموسم مع أليكس تيليز الموجود في تشكيلة مباراة الليلة للنصر. كرة للاتحاد المنستيري، بأي ثوب سيكون الفريق التونسي في الشوط الثاني؟ النصر لم يجري دفاعي، ونفس الأمر بالنسبة للجامي، وينتظر بعد ذلك العمري هو الآخر موجود على الدكة دورة في هذه المباراة وفي المباريات القادمة. محاولة نصراوية الغنام جهة اليمين، فوفانا يلعبها لكن التغطية بعد ذلك من الدفاع سهلة إلى حارس المرمى بشير سعيد. الكرة على ما يبدو لم تخرج في قرار الحكم المساعد عليه ودخل على حساب الغنام. دفاع رونالدو والكرة لكنها عادت تصل إلى غريب، فرصة ولكن تبعد في اللحظة الأخيرة. الوالة هذه المشكلة، إذا تضع عينك على الورقة وتشوف التبديل تم وكان على عتاب المرمى. شوفوا من روخة خطأ بدفاع الفريق التونسي من حارس المرمى، خطف الكرة كريستيانو ولكنها ضاعت بعد ذلك. بشير سعيد ينقذ الاتحاد المنستيري من هدف محقق في آخر لحظة، كان الحارس يتألق أمام رونالدو. فرصة كانت خطيرة قريبة للنصر، لن يهدأ لن يرتاح، سيبقى بهذه الوضعية. رونالدو يقاتل والمعنويات قبل أولى مباريات الدوري. الأمر المهم جدا تجانس الكبير لعناصره.
العقيدي في اللقطة الماضية. ما الذي حدث؟ لا أحد يصدق ما حدث. ما الذي صار في اللقطة الأخيرة؟ وحارس مرماه العقيدي في وهلة في لقطة. صادق لعب كورة تقريبا بأول لمسة كان محظوظ. لاجامي كان الهداف بعدم ارتكاب هفوات من هذا النوع. خروج الحارس في هذه اللقطة بحثا عن كريستيانو. تدخل بعد ذلك. شوف الهدف اللي سجل الاتحاد المنستيري جعلهم في حالة معنوية عالية في هذه الدقائق. خطيرة وتمريرة داخل منطقة الجزاء. فيها تسلل. نعم فيها تسلل. يا الله على اللقطة الوهلة لوهلة من الدفاع النصراوي. أي غلطة ستكون مكلفة. من كان ينتظر هذا السيناريو شوفها مرة أخرى. شوفها مرة أخرى. هذه عادة تسلل في هذه اللقطة. نعم تسلل على زياد العلوي واضحة في هذه الكرة. بالتالي الهدف أبيض ويلغى. عنده مساحة وانتظار تمريرة. فيتش يلعب الكرة إلى رونالدو. بروزو إلى رونالدو. كريستيانو غريب في الانتظار، غريب في الكنترول، غريب في التسديد. يا الله جميل. اللقطة الماضية حلوة من جانب كريستيانو. كنترول حلو من غريب بكنترول جميل باستقبال حلو ونهاية لم تكن ناجحة. بعد ذلك لم نتوقع تقريبا هذا السيناريو، لكن كل شيء يمكن أن يحدث. طويلة باتجاه مبانا يحاول داخل المنطقة أقرب إلى العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين. الكرة لسلطان غنام عرضية. رونالدو بالراس. يا ولد يا كريستيانو. الهدف من جانب كريستيانو. العرضية روعة. رونالدو بالراس. يا سلام. قل لي بربك متى ستشبع يا كريستيانو. 38 سنة ولا زال يحطم الأرقام والشباك والمشككين. رونالدو كم هو محظوظ النصر انه مثل احد اعظم اللاعبين عبر التاريخ. الليلة رونالدو يضع البصمة انه يحق في مباراة. لا يكون هدف 2-0 لا يحب انه نفوز بهدف رونالدو. انه فاز النصر بهدف كريستيانو يسجل. وبالتاكيد شفنا ردة فعله بعد المباراة الأخيرة ضد الشباب. عدم الرضا. تكامل الصفوف أيضا. بروزوفيتش تربوني في عشق لاعبي من هذا النوع. رونالدو يحاول داخل المنطقة. كريستيانو حطها لكن هذا الحارس. حلوة اللقطة الأخيرة جميلة لمصلحة النصر، لكن رونالدو ضاعت منه. أنا مرة أخرى أقول كلي بربك متى ستشبع يا كريستيانو. الكرة من جانب تاليسكا. التحرك لرونالدو ولكن صادق خرج في مرمى. وبعد ذلك ركنية عملها معاملة كبيرة. الفرصة لمصلحة بروزوفيتش. عرضية بالراس. طريق العبري بروعة كبيرة من جانب رونالدو. الراس الأولى الرائعة من كريستيانو والنهاية جميلة لعبد الله العمري. يسجل هدف النصراوي الثاني كان بطريقة رائعة. العرضية ومتابعة عبد الله. شوفه مرة أخرى بالراس من رونالدو. العمري في التوقيت الرائع بمواصفات مهاجم وليس مدافع. بذكاء وتحرك مهاجم وليس مدافع. بحس تهديفي لمهاجم وليس مدافع. العمري تأثيره مهم في الكرات الثابتة. رونالدو بضربة راسية رائعة. صادق مرة أولى نجح، صادق مرة أولى لم ينجح. صادق لم يبقي النتيجة على حالها. وصادق من يقول أن النصر سيكون في هذا الموسم منافسا على كل شيء بقيادة صاروخي موريرا. كريستيانو ووجود عدت امام فوفانا. قل عطاء فوفانا في الدقائق الماضيه. الشوط الثاني بالذات الجزء الاخير من الشوط الثاني قل عطاء بالنسبه لفوفانا. خاطئه من حارس المرمى. تاليسكا يحاول يلعبها على اليمين. الرابع يا نصر. الرابع يا عالمي. هدف رابع جميل يا نصر. جميل بتمريره جميله
الروعة بعد تمريرة. طبعا تاليسكا في مثل هذه الكرات لا يمكن أن يضيع التمريرات الرائعة. العليوة عبد العزيز، عزيز حطها بشكل رائع، وضع البصمة. تاليسكا التمريرة، العليوة في الاندفاع في الهجوم. في النهاية النصر يملى العين ما شاء الله في مباراة الليلة بهدف رابع بعطاء جيد بلمعان لبروزو، بهدف لكريستيانو بصناعة، وهدف لتاليسكا بأداء مقنع لتيليز. شوط أول مذهل. تعثر فيه فوفانا، بذل جهد كبير الثلث الأخير، وصل آخر تمريرة تعثر. طويلة الكرة خلف المدافعين، خطيرة لمصلحة الاتحاد المنستيري، وكرة في المرمى، كرة في المرمى لمصلحة الفريق التونسي، لكن مع إشارة بوجود تسلل. أظنها آخر لقطة في المباراة، تسلل واضح في هذه الأثناء. اللقطة الأخيرة في مباراة الليلة، انتصار يضع النصر في صدارة هذه المجموعة ب4 نقاط.